من أحد أسباب السمنة في مصر هي المحشي. الشعب المصري يا جماعة ما خلاش حاجة ما حشاهاش. يعني مثلا ورق العنب ده كان عبارة عن رمز ديني أيام البيزنطيين. الشعب المصري خده حشاه وكله. الحمام اللي هو رمز السلام، الشعب المصري ما سابوش في حاله. الشعب المصري حشى الحمام وكاله. جه واحد قال لك ايه يا عم، انتوا عايشين في البتنجان كده ليه؟ قال لك بتنجان، هات البتنجان ده واحشيه وكله. واحد قال لك يا عم ده انتوا عايشين في ميه الكوسه، قال لك كوسه، هات الكوسه واحشيها. طيب what is the difference between الحشي في مصر والحشي في ليبيا؟ ايه الفرق بين الحشي في مصر والحشي في ليبيا؟ حاجة بسيطة خالص. الفرق ان الحشي في مصر ان انت تحشي حلة محشي وتاكلها، لكن الحشي في ليبيا ان انت مثلا تبيع لواحد حاجة تمنها 5 دينار، تبيعها له ب50 وتقنعه ان انت عامل معاه واجب، تحشيها له بمعنى اصح. صباح الفل.